تعويم حر. قرار جريء جدا جدا من البنك المركزي انه يعمل تعويم حر. البنك من الاخر كده بالبلدي قرر يعلن الحرب على السوق السوداء، ويانا يا انتي اللي موجودين. والسوق السوداء او تاجر السوق السوداء مش هيقدر يسد قدام البنك. هتعلي السعر، هعلي انا اعلى منك. انت دلوقتي كمواطن شايل دولار، ما انتش محتاج السوق السوداء في حاجه. روح حط فلوسك في البنك، غير السعر. سعر البنك بقى دلوقتي زي السوق السوداء بالظبط. السعر اول ما فتح الصبح فتح على البنك فتح على 45 وابتدى يزيد بالتدريج، والسوق السوداء نطت لغايه حاجه و60 وبعد كده رجع ترد بالتدريج. دلوقتي وصل سعر البنك وسعر السوق السوداء الاتنين 50 جنيه، والحرب شغاله معاك لغايه اخر الاسبوع ده. اول الاسبوع اللي جاي هيبتدي يبان الدنيا خلاص. السوق السوداء مش هيعرف يسد، اكنه تاجر سوق سوداء بالظبط، اكن البنك اتحول لتاجر سوق سوداء. شوف بقى مين اللي هيخش يسد قدامي. انا هخش هلم كل الفلوس اللي موجوده، وانت كتاجر سوق سوداء نفسك في الاخر هتروح تحط فلوسك في البنك. اللي بيحول فلوس من بره مصر هيحولها على البنك، خلاص مش محتاج يروح يبدل، يسحبها ويروح يبدل بره في السوق السوداء. اللي شايل فلوس في البيت خلاص هيروح يحطها في البنك، لانه خلاص سعر البنك بقى هو السعر الرسمي. بعد كده خلاص، بعد ما يقضي على السوق السوداء خالص هيبتدي يسحب بقى السعر وينزل بيه. ممكن بقى يوصل ل 45، ممكن يوصل ل 40، 43. في سعر مستهدف كده محتاجين نوصل له او عايزين نوصل له. وبعد كده هيبتدي يحصل فيه استقرار في السعر. هيبتدي يفتح لك خلاص، هو اوريدي فتح الليميت بتاع الكريدت كارد، وهيفتح بتاع الديبت كارد. واللي عايز دولار خلاص هيروح البنك يديله دولار، لانه خلاص بقى السعر الطبيعي. هو مش مقيد بسعر معين، عشان كده مش عارف يطلع دولار. دلوقتي اصبح هو دخل بقى عنده وفرة في الدولار، وخلاص هيبتدي يوفره لك. اللي محتاج دولار هيجيب، واللي معاه دولار فهيروح يوديه البنك. فهي حركه بصراحه جريئه جدا، فكره التعويم الحر. هيبان الريفليكشن على الاسعار بعد كده. في حاجات هتتاثر، بس واحده واحده هتبتدي الدنيا كلها تظبط. انا متوقع خلاص، او مش متوقع خلاص، هي بنسبه كبيره الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي يا سيدي بعد اللي جاي بالكتير، مش هتسمع حاجه اسمها سوق سودا تاني.